السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيف الله وأنت بتتفرج على سلسلة أريدهما معا، والحلقة دي بعنوان فلسفة الشريعة الإسلامية الجزء الثاني. تخيل كده إني صممت مكان تحفة فيه كل ملذات الحياة، وكمان هخلي الدخول للمكان دوت بالمجان. بس طبعا بناء عليه أنا مش عاوز أي حد يخش كده والسلام، أنا محتاج اللي يستاهل بس هو اللي يخش. فبمنتهى البساطة عملت تذكرة دخول وكتبت فيها: اعترف إني أكرم شخص قابلته في حياتك وخش على طول بعدها. السؤال رقم 1: كوني أكرم شخص، هل ده ادعاء صحيح؟ طبعا بالنسبة للتصميم اللي أنا عملته والمكان اللي مليان بملذات الحياة كلها أستحق لقب أكرم شخص. السؤال رقم 2: هو أنا من حقي أحط لك تذكرة دخول واشترط عليك إنك أنت تقول حاجة الأول قبل ما تخش؟ أظن الإجابة واضحة ومحدش يعترض عليها. من حقي طالما أنا اللي صممت المكان، طالما أنا اللي فتحت لك كل ملذات الحياة اللي أنت كنت في انقطاع عنها، من حقي جدا جدا أشترط عليك إنك أنت تعترف بالفضل دوت قبل ما تخش. ومع ذلك خلينا نرسم مشهد تصوري للناس اللي داخلين المكان دوت. الشخص الأولاني هو شخص مدرك تماما حقيقة نفسه، وإن هو لو ربنا وهبه أعمار فوق عمره مستحيل هيقدر يوفر ربع المكان دوت بالملذات اللي جواه. الشخص دوت طبعا مش هيتردد ثانيتين قبل ما يتكلم ويقول تذكرة الدخول ويخش فورا عشان يستمتع. الشخص الثاني هو نفس الأولاني، مدرك حقيقة نفسه تماما، ولكن من وقت للتاني بينتابه التردد. فلما وقف قدام البوابة ومسك تذكرة الدخول وبدأ إن هو يقرأها تردد. هنا الشك بدأ يسيطر على عقله. بس الشخص دوت كان ذكي كفاية إن هو يفتح التليفون بتاعه ويبدأ يبحث عني، ومع المعلومات اللي طلعت له هنا ارتاح نفسيا وأدرك إن هو بيتعامل مع شخص صادق، وما ترددش بعدها ثانيتين هو كمان ودخل فورا علشان يستمتع بكل حاجة موجودة جوه. الشخص الثالث بقى هو نفس التاني، بس يفرق عنه في حاجة واحدة بس، إن لما التردد جاله ما كلفش نفسه دقيقة أو 2 أو حتى 10 دقايق يخش على الإنترنت ويبحث ويشوف مين الشخص اللي بيدعوه لدخول مكان فيه ملذات الحياة كلها. وبسبب إنه هو ما كلفش نفسه يبحث، فضل التردد مسيطر على عقله، الشك امتلكه، فقرر إنه هو يدير ظهره للمكان ويرجع مطرح ما جه، وبكده هيكون خسر كل المتع اللي كان ممكن يحظى بيها لو قال بس جملة واحدة. الشخص الرابع ده بقى المصيبة بتاعتنا. التالت كان مصيبة، بس الرابع ده بقى كارثة لوحده. الرابع دوت بعد ما وصل للمكان وبدون أي مقدمات تفل أعزكم الله، وبعدين قال كده في قرارة نفسه: بقى أنا هعترف بالفضل لتافه زي دوت. مع إن الشخص دوت ممكن الحديدة المصدية بتلمع عنه، بس كبرياءه صور له إن هو حاجة عظيمة جدا، وإن هو محور الكون، وإن كل حاجة بتحصل علشانه ولأجله وبسببه وله. فدوت خلاه مش بس يدير ظهره للمكان، لا ده أدار ظهره للمكان وبمنتهى الكبرياء. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل هو فاطر الجنة اللي مهما فضلنا نرسم لها تصورات في عقولنا مستحيل هنقدر نوصل ل1% من شكلها وبهائها الحقيقي. فيعني أظن يا لكرم الله عز وجل
إنه يجعل تذكرة دخولك للجنة جملة واحدة بس بتقول لا إله إلا الله. يا لكرم الله عز وجل. طيب إحنا مسلمين بتقول لنا الكلام ده ليه؟ واضح إن خطابك موجه لمسلم اللي هو اوريدي عارف الكلام ده. أنا بقول الكلام ده عشان الوساوس اللي بتيجي في عقلي قبل عقلكم، بحاول أثبت نفسي وأثبتكم، اللي هو بجد اوعى نوصل للباب وبعد كده نلف ونرجع تاني. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات. تظهروا فيديوهات جديدة من نفس السلسلة دي، ولو عجبتكم ابعتوها لأصدقائكم، خصوصا اللي انتوا شاكين ان هم بيتلووا. السلام عليكم ورحمة الله.